اختصام بعض من التجارب، خصوصا مع الحضور الكريم اللي اتت الفضاءات ديال هذه القاعه هذه، لانه يمكن في خضم هذه الاشياء فنقدر نقول على انه كنبنيو واحد القاعده اساسيه. المغرب متقدم، مغرب معاصر اللي كيتماشى مع الراي والراي الاخر، ودائما هاد طاوله الحوار كتكون مفيده بالنسبه للاشخاص. فشخصيا اعتبره على انه تجربه شخصيه فريده. لماذا؟ لانه خلاتنا على اننا ناخذ عده افكار، رغم اننا حنا اللي لقينا يمكن الخبره ديالنا، ولكن كان مهم على انه يكون تبادل الافكار مع عديد من المتابعين والعديد من الاشخاص اللي كانوا كينتموا للميدان الرياضي ولا كينتموا كذلك الميدان التحليل ديال المعاصر في الوطن ديالنا. لهذا اشكر المدرسه لانه عطات فرصه بالنسبه للاشخاص اللي عندهم تجربه باش انه يكون اقتسام هذه التجارب هذو، لانه امر مهم من اجل بناء مغرب معاصر يتماشى مع الافكار التحليليه والمعاصره الجديده ان شاء الله. حنا كنعرفوا اننا مقبلين على واحد من مجموعه من المسابقات في المغرب كاسبقيه كاس العالم، محتاجين كذلك تجويد وتطوير العمل الصحفي، وكيفاش يمكن اننا نكونوا في مستوى الاحداث اللي جايه، ومن الجوانب اللي يمكن اننا نحتاجوها سواء كصحفيين، خصوصا كنتكلم كصحفيين مثلا هاد الجوانب ديال طرح اسئله، كيفاش يمكن انه تقدر تطرح سؤال جانب تقني، واش فعلا الصحفيه يكون اعتقد على انه الملتقى الاول للتحليل الرياضي بالمغرب يمكن نقولوا على انه كان ملتقى ناجحا على مستوى قيمه يعني المشاركين، او من خلال كذلك قيمه وعدد الناس اللي يحضروا لهذا الملتقى. كنظن على انه هذا الملتقى هو واحد النافذه ولا واحد البوابه من اجل فتح نقاش حول التحليل الرياضي في المغرب، افاق التحليل الرياضي في المغرب، تكوين كذلك التحليل الرياضي في المغرب، سواء من المنطلقات الثلاث ديالو. كنعرفوا انه التحليل الرياضي في المغرب اليوم اما كيكونوا المحللين الرياضيين هما مدربين ولا اطر ديال التقنيه اللي كتحول الى التحليل الرياضي، او لا اعلاميين اللي كيتحولوا للتحليل الرياضي. اليوم فتحنا النقاش على التكوين اللي يمكن يخضعوا ليه هذه الفئات بجوج، زائد الفئه الثالثه اللي يمكن انها تضاف مستقبلا في اطار يعني الاستحقاقات اللي عندنا في المغرب، سواء كاس افريقيا 2025 او كاس العالم 2030، لما لا فتح المجال امام الشباب اللي عنده درايه بكره القدم. ماشي ضروري يكون صحفي وماشي ضروري يكون تقني، ولكن يمكن باغي يكون محلل رياضي. ففتحنا النقاش على اليات التكوين اللي يمكن يخضعوا لها هاد الناس هادو، باش يمكن انه يكون عندنا محللين رياضيين، ناس متخصصين اللي كيفهموا في الجوانب ديال التواصل، كيفهموا في الجوانب التكتيكيه واستراتيجيه اللعب وما الى ذلك. وبالتالي يمكن نعتبروا هذه فقط نقطه بدايه لنقاش ودورات تدريبيه اللي غتجي مستقبلا، كذلك واحد الاوراش ديال الدورات التدريبيه لفائده الصحفيين، لفائده التقنيين، لفائده كل من يريد ان يكون صحفيا رياضيا، سواء في الجوانب التقنيه او في الجوانب التواصليه اللي كيحتاجها التحليل الرياضي، خصوصا في الاستراتيجيات الان اللي دخلت، سواء البرمجيات او كذلك البيانات اللي يمكن انه يستانسوا بها الصحفيين الرياضيين باش يكون عندهم تحليل رياضي علمي رصين مبني على اسس تقنيه وعلميه، يمكن انها تفيد المشاهد في انه يدير واحد التحليل منطقي لنتيجه ومجريات المباراه. السلام عليكم ورحمه الله. معك دكتور عماد محمد، المدير العام للمركز الامريكي الكندي للتدريب والاستشارات. اليوم 5 شتنبر 2024 نظمنا واحد الملتقى ديال الاعلام الرياضي، ويتحدث بالتحديد عن التحليل الرياضي لكرة القدم. فكرة الملتقى جاءت لأن المغرب مقدم على أحداث ومناسبات كبرى، كأس افريقيا، كأس العالم، فبالتالي كان الهدف انه نقوم بعملية تحسيس لرفع مستوى الوعي باتجاه يعني التحليل الرياضي الكروي، وايضا حتى ايضا نقوم بعملية تكوينات من خلال استدعاء متخصصين في هذا المجال لرفع مستوى الوعي، حتى ان شاء الله الشباب واللي حيقوموا بتغطية ومواكبة هذه الاحداث يكونوا في المستوى المطلوب ان شاء الله.